يا صباح الخير يا صباح الفل. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جالكم بقى النهارده بيوم جديد وفيديو جديد. يلا كده نبدا نقول بسم الله. اول حاجه كده كنت بعمل دي سفره سادس يوم رمضان. سادس يوم رمضان بتاعت امبارح. كنت عامله بقى فضلة خيركم كده ايه، فراخ وبطاطس ورز وملوخيه وشوربه. يعني كده ايه، قلت اشارك معاكم الفيديوهات مع ان محدش بيبص عليها ولا حد بيشوفها، بس يلا بقى عادي. اول مره بيشوفني متنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو عجبك الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بقى كنت بعمل التتبيله بتاعه الفراخ. عملت كده بصلايه في الكبه وطايه، وحطيت حبه دبس رمان وفلفل اسود ومرقه وملح والسبع بهارات، حطيت ربع معلقه. ف وقلبتهم كده كلهم مع بعض. دي السبع بهارات يا بنات، جميله قوي. اول مره اجيبها من عند عطار وتعجبني. وكان عندي معلقه صلصه بس تقريبا الحته دي ما اتصورتش، فقمت حطاها معلقه صلصه ومعلقه، نسيت اقول لكم الزبادي، معلقتين زبادي تبقى بتخلي الفراخ كده طريه وتحفه تحفه تحفه. ودي تتبيلتي في الفراخ. يعني فراخ مشويه، يعني انا سبتها هي خدت غلوتين كده على النار وحطيتها في الفرن. انا داخله هنا الساعه للمطبخ، داخله الساعه 4:30. عملت ده كله. كنت مطلعه الفراخ من قبلها طبعا، يعني انا شايله الفراخ كانت مغسوله وكده، فعلى طول يعني الحمد لله ان الاكل ما خدش وقت. وانا كنت نسيت احط الملح فحطيته. طمنونا عليكم يا بنات، انتوا عاملين ايه؟ عملتوا فطار ايه النهارده؟ عايزين نغش كده من بعض، والله ده حيره. التفكير في هتعملي اكل ايه بياخد وقت اكتر من لما بتقفي على البوتاجاز وتطبقي الاكل. يعني هو الفكره كلها في ان انت هتعملي اكل ايه، بس بعد كده بقى كله سهل. يعني مثلا كنت كلمتكم قبل كده في موضوع بس ما حدش رد عليه وكده. انا يعني كله عمال بيقولي نزلي على التيك توك وعلى الفيس والكلام ده، وانا بصراحه مش عارفه. يعني انا حابه اليوتيوب اصلا من بدري. بصوا هقول لكم على هنا كانت بمساعده الشيف فيروز بنتي، كانت بتحاول تعمل معايا اساعدك يا ماما اساعدك يا ماما، فهي بتصوم، فحبيت ان انا اشجعها يعني كده وتعمل معايا. فانا ما تشوفوا بقى المقطع ده كده اقول لكم، انا في اليوتيوب ده برضو بقالي كتير قوي نفسي واخده القرار. يعني انا لسه منزله هو الشهرين اللي فاتوا دول، من شهر 11 تقريبا. بس الموضوع لو اقولكم ان هو في دماغي مداخل في اكتر من 2019 لحد النهارده، هتقولوا عليا بني ادمه بطيئه. والله العظيم انا معايا فيديوهات وحاجات من 2019. يعني كنت من اول ما شفته حبيت الموضوع، وانا عماله عايزه اخد الخطوه، وحاجه تقدمني وحاجه ترجعني. الحمد لله كل حاجه باذن ربنا وكل حاجه في ميعادها. بس يعني ان الموضوع معايا بقاله كتير. يعني انا كنت فضلت على نفسي او خدت الخطوه وخطوه الجراءه كده اللي انا انزل، كان زماني دلوقتي بقى يعني داخله في كام سنه، من 2019 واحنا في 2026، يعني بتاع 6 سنين او 7 سنين. فكل ما اجي اخد الخطوه كانوا يكسر بقى مقاديفك من ناحيه، قرايب من ناحيه كده. مش هقول اصحاب عشان يعني بصراحه ما فيش حد من اصحابي يعرف الموضوع ده. بصوا انا هنا كنت عملت بقى التتبيله بتاعه البصل. انا بعمل صينيه البطاطس ني في ني.
قطعت بصل شرايح وقوطة وفلفل، وحطيت معلقة صلصة، وحطيت مرقة وملح وفلفل وكمون وبرضه حبة 7 بهارات ومعلقة سمنة، وحطيتهم كده على النار. انا نفسي اعمل صينية البطاطس بالفراخ، بس يعني استاذ احمد ما بيرضاش بصراحة. لو لقى لحمة في طبيخ او فراخ في طبيخ، ما لا، ده لوحده وده لوحده. يعني الفراخ لو محطوطة على صينية البطاطس ما ياكلش ولا البطاطس ولا الفراخ، فبضطر اعمل ده لوحده وده لوحده. ولو عاملة طبيخ وسلقة لحمة وكده واجي احط لا، ما ينفعش، اللحمة لازم تبقى محمرة او في شوربة، نادر قوي لما تبقى في شوربة. انما في طبيخ لا، مستحيل. وببقى نفسي اعمل كده طاجن بطاطس باللحمة كده، مبياكلش منه خالص. بصوا هنا كنت علقت بقى عليها. هنا كان عندي بقى الشوربة اللي هي، يا رب ما اشوف الحتة دي. كان عندي الشوربة بتاعت اول يوم رمضان، اللي كنت لا، بتاعت تاني يوم، تالت يوم رمضان، تالت يوم رمضان معلش، اللي هي بتاعت الفتة. فكانت عندي بقى شوربة، فقلت حرام ان انا ارميها، كنت شايلاها في التلاجة من تحت. فقلت بقى يلا، حطيت هنا كبشتين في البطاطس بدل ما احط مية، وحطيت على الفراخ بدل ما احط كوباية مية، قمت حاطة كبشة شوربة كده صغيرة. وعاملين ايه يا بنات في المدارس في رمضان، مع المذاكرة، مع الأكل، مع العبادات، مع الترويق، كل ده بتقسموا اليوم ازاي بجد والله؟ يعني انا عمالة بحاول لحد ما انا حسيت، يعني حاسة خلاص ان انا طاقتي خلصت، والله العظيم 3 طاقتي خلصت. يعني بقوم الصبح يا دوب الحق اصلي واقرا شويه في المصحف، واجري الاقي مدرسه طالعه ياخدوا الدرس يخلصوا، شوفي حبيبتي وراكي واجب ايه، شوفي حبيبي وراك واجب ايه. افضل كده لحد ما يجي ميعاد بعد العصر، واقوم داخله على المطبخ شايفه في ايه. بفضل بحس ان انا بجري ورا نفسي والله. غسيل بقى عايز يتغسل، غسيل عايز يتلم، غسيل عايز يتنشر، غير بقى ترويق، غير مش حاجات كده، غير ان انا معايا 2 صغيرين. يعني انا ربنا يخلي لهم اخواتي بصراحه. انا واخدين، يعني انا مودية غالية من اول رمضان عند ماما، عشان اعرف اودي مدارس واودي والدروس ومش عارفة انزل بيهم هما الاربعة لوحدي، لاني نوح 2.5 سنين، وغالية غالية ان شاء الله عيد ميلادها 5/3 تم سنة. فالموضوع معايا بصراحة صعب اوي. فانتوا بتمشوا يومكوا ازاي؟ وبعتذر 99,000 مليون مرة على صوت العربيات والدوشة والضوضاء دي، حقكوا عليا والله. انا يعني عمالة بختار وقت، مش عارفة. هو الوقت اللي هو ايه بقى، ساعة المغرب دي، اول ما المغرب يقول الله اكبر كله بيبقى قاعد بيفطر، فهو ده الوقت اللي مفهوش صوت. على ما تبتدي بقى تقومي انت واجي اعمل اسجل او اعمل حاجة، تلاقي كله رجع لطبيعته تقريبا، بيحسوا. فعايزاكم تقولولي انتوا بتمشوا يومكم ازاي في رمضان، علقولي كده واكتبولي وشجعوني، وهفضل كل مره اقولكم شجعوني عشان انزل لكم فيديوهات واستمر على اللي انا فيه. وهستنى كومنتاتكم على الفيديو ده. هنا بقى كنت بحمر الشعريه، كنت عامله 2 كوباية رز. لو اقولكم ان الرز ده طلع كتير، مع اني لو اقولكم ان احنا في الطبيعي بناكله عادي، يعني هو ده مقداري وقللت منه. يعني هو ده يعني احنا بنعمل اكتر من كده في اليوم العادي، يعني وقللت منه، قلت بقى عشان الصيام والاكل يخلص برضو بقى. الحمد لله. فقولوا لي يا بنات، انزل على التيك توك ولا على الفيس؟
اصل الانستا مش هضحك عليكم، بحس ان انا مش بلاقي نفسي فيه قوي، فاهمين يعني، مش هكدب عليكم. فانزل على كل يعني اخواتي وكده عمالين يقولوا نزلي على التيك توك، نزلي على الفيس. فانتوا شايفين ايه يعني؟ نصيحة كده يعني، قولولي انزل هنا وهنا ولا خليني زي ما انا على اليوتيوب بس. اصل انا من عاشقة اليوتيوب، حتى من قبل الموضوع اللي انا اصور او انزل او ابقى فيه كمحتوى. انا بحب ارتاح على المنصة دي يعني، حتى بحب اتفرج في اي حاجة، بحب ان انا اتفرج عليها يعني على اليوتيوب وكده. بصوا هنا كانت البطاطس طلعت، بصوا الفراخ كانت تحفة ودايبة دوب، والله العظيم كانت تحفة قوي. بصوا هنا والشوربة خلصت، بصوا كان في حتة لحم. هنا بقى خلاص كان القرآن بتاع المغرب شغال. قلت بقى اغرف الاكل كده. هي دي الصواريخ اللي قلبت دماغنا من اول رمضان، والله العظيم قلبين دماغنا بالصواريخ دي. كل ما الواحد يمشي في حتة صواريخ صواريخ صواريخ، وصواريخ من اللي هي الكبيرة وناس وعيال غشيمة والله. في منهم شباب كتير قوي بتبقى غشيمة يعني، مش ياخدوا بقى بالهم ان واحدة ست معدية او وفي اطفال ماشية. راحت عليها الصواريخ دي بس مش عارفة ليه من السنة اللي فاتت والسنة دي برضو، السنة اللي فاتت كانت نفس النظام والسنة دي. بصوا انا حبيت رز مفلفلين جبار 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 جبار. على اللي نوح عملوا معايا بنات امبارح، يا نهار ابيض. وقالي العسل في التلاجة، عامله انا عسل اللي هو الشربات ده وقعولي في التلاجة، بهدلي الدنيا وقسما بالله. وشلت السجادة بتاعت الاطفال، وعملت التلاجة والرفوف بهدلي الدنيا، والازاز المية بهدلني، ربنا يهديه. وعشان حبيب بابا ما محدش عارف يعمل معاه اي حاجة خالص. بصوا التتبيلة بتاعت الفراخ اتاكلت قبل الفراخ، والله العظيم. لو الفلكوا الكاميرا كده على الحوض مش سايبه فيه معلقه. بصوا هنا بقى كنت بوريكم الاكل اللي خلصت. بصوا وده كان غدانا النهارده يا اخواتي. اشوفكم على فيديو جديد، باي باي، مع السلامه.